بصوا يا جماعه، انا لسه راجع من مؤتمر الصلاه برو ماكس الخامس. المؤتمر كان جامد جدا، والقسيس قال لو عايزين حقيقي استجابات لازم تحضروا اجتماعات الصلاه كلها وتقروا في الكتاب المقدس ونزود الايمان بتاعنا ونزلنا على ربنا كتير قوي. وكمان قال ايه لمستني قوي، فرقت معايا قوي. قال حولي عني عيناكِ لأنهما قد غلبتاني. غلبتني إيه يا عم ماجد؟ أنت فاكر نفسك بتغني النجوى كرم ولا إيه؟ بصراحة يا جماعة في المؤتمر حصلت معجزة. شاب كان ما بيمشيش خالص، في المؤتمر صلوا له جامد وبعدين بدأ يجري زي الحصان والناس كلها سقفت ليه. المشكلة مش في المعجزة، المشكلة إني اوتوماتيك بحط نفسي مكانه. اشمعنى هو وأنا لأ؟ اشمعنى وقف على رجله ومشى وأنا امتحاني فشلت فيه مع إني قعدت أصلي كتير؟ ما هو الشاب ده بعد أسبوع على فكرة رجع المستشفى تاني، بس هو ما حدش صور البارت ده على فكرة. يعني نصلي ونزن كده بنكلم خدمة العملاء. اضغط 1 لو عايز وظيفة، اضغط 2 لو عايز جوازة، اضغط 3 لو عايز سفرية. يبقى ربنا عامل زي الجرسون كده أهو، تقعد تزن عليه شوية عشان يزود لك في الآخر معلقتين ولا حاجة سكر. طب انا هطلب من ربنا شقة في الزمالك واقعد ازن عليه، ولو ما جابليش شقة هبعت له مسد كود. بص الصراحة المؤتمرات من النوع دي بدل ما هي تشجعك بترجع الواحد محبط أكتر الصراحة بيني وبينك. بصوا الصراحة مؤتمرات الصلاة دي اليومين دول عاملة زي اعلانات الشامبو، في الاعلان يجيبوا البنت شعرها بيلمع زي الحرير، بس في الحقيقة بعد استخدام الشامبو شعرنا بيبقى سلك مواعين. ونقول مسا مسا على الناس الكويسة والمسهوكة والمتفزلكة. فاكر يا فزلوك الصغير الفيلم اللي بدأته معاك ريج؟ الصدمة الكبيرة بتيجي في الآخر لما بول يكتشف إن العصابة الروسية مش هي اللي قتلت بنته، وإن العصابة دي ما كانش ليها أي علاقة ولا أي دور في قتل بنته، ده كان غلط من واحد من أصحابها كان معاها سهران معاها في البيت وهو بيهزروا ويلعبوا مع بعض، مسك المسدس من غير ما يقصد ضربها وماتت. وفي مشهد مؤلم بعد ما اكتشف الحقيقة بيرجع البيت ويكلم مراته ويقول لها جملة بتوجع قوي: أنا قتلت راجل من العصابة ديت وأنا عندي 17 سنة، دخلت في خناقة واحد من صحابي اداني سكينة وأنا قتلته. يكمل ويقول: أنا بعض الأحيان بحلم في الحلم بشوف نفسي بحاول أوقف العنف لكن مش بقدر. بعدين صحيت وببدأ أسأل إيه اللي كان ممكن يحصل لو صاحبي ده ما عطانيش السكينة يومها. حياتي هتكون عاملة ازاي دلوقتي؟ زي بول في فيلم ريج، يمكن لو ما كانش حد اداله السكينة وقتها ما كانش هيشوف كل الدم ده بعد سنين. لو مثلا الراجل اللي صلى ليل ونهار عشان السفر، فاكرينه من الحلقة اللي فاتت، لو ربنا كان اداله طلبه وحقق له امنيته، مش كان وقتها ممكن يكون بيخدم وبيشهد عن المسيح وعمله؟ ولا ايه؟ فين بقى كوباية الاسبريسو بتاعتك الدبل شوت؟ قوم هاتها وهات لي معاك فنجان، ما تبقاش بخيل زي كل مرة. اهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقه الثالثه من فزلكه وشويه دردشه، واللي بنناقش فيه موضوعات روحيه واجتماعيه ونفسيه. احنا النهارده في الجزء الثاني من صراعات تلميذ، صراع الصلاه. ما تنساش بجد تعمل شير ولايك للفيديو دوت وتعمل سبسكرايب على قناه يوتيوب، ده هيساعدني كتير ويدعمني كتير. الحقيقه ان الصلاه مش سهله، وده اللي خلاني أبدأ سلسلة حلقات صراعات تلميذ بالصلوات الغير مستجابة، عشان أقولك إن الطريق من الأول كده مش سهل ومحبط كمان، ومش زي ما بنشوفه في المؤتمرات ونسمع عنه ونشوفه في الشاشات، لأنه على أرض الواقع الموضوع بيكون صعب ومجهد، وكمان أوقات كتير بنشوفه محبط ومحير. أنا مش عايز أوهمك إن الطريق سهل وإنك أول ما هتبدأ تصلي هتلاقي استجابات مغرقة حياتك. يعني مش لازم يا فزلوك الصغير كل مرة نصلي فيها نلاقي فيه خلفية موسيقية وملاية نازلة من السماء. على فكرة مرات كتير هتلاقيها صحرا خالص. احنا متعودين نسمع معجزات واستجابات فورية، وده في الواقع بيخلي توقعاتنا في العالي، لكن لما نرجع نصلي لوحدنا نصطدم بالواقع: صمت، اختباء، ملل وفراغ. تيموثي كيلر قال: الحضور الإلهي متقطع وقليل، بس ده مش معناه إن الله مش موجود، بس لازم نعترف بحقيقة إن إحنا بنتعامل مع إله مختبئ، والصلاة رحلة محتاجة صبر واستمرارية. ساعات يا فزلوك الصغير تحس إن الصلاة دي عاملة زي الواي فاي بس من غير شبكة، الجهاز شغال بس من غير نت، فأنت محتاج تشيل الفيشة تحطها تاني. واخد بالك أنت؟ فاكر لعبة استغماية زمان؟ تغمض عينك وتعد، أنت مش شايف حد بس هما شايفينك، وبعدين تفتح عينك وتفتكر إنك لوحدك مع إنهم طول الوقت موجودين بس مستخبيين. الصلاة ساعات كده نسأل: ليه أنا مش حاسس بربنا؟ سي اس لويس وضحها بشكل كبير قوي ولما قال
إنك لو عايز تعرف جماد فالموضوع متوقف عليك بنسبة 100%، بس لو عايز تعرف إنسان الموضوع هيكون 50-50. بس لو عايز تعرف ربنا الموضوع بيبدأ من عنده هو، لازم هو يعلن عن نفسه ليك، مش اللي انت اللي تقرر. وتيموثي كيلر بيقول الله هو المبادر واحنا بس بنتجاوب مع المبادرة اللي بيعملها. الله هو اللي بيبدأ وانا مطلوب مني اكون في وضع استقبال، اعرف استقبل وارد، زي لعبة الاستغماية بالظبط. هو مش مستخبي عشان يغيظك، هو مستخبي عشان يدرب عينك تدور عليه وتشوفه، ودنك تلتقط صوته. هو بيبدأ وانت مسؤول ترد، هو بينادي وانت محتاج تفتح الباب. يعني الموضوع يا فزلوك الصغير مش استغماية عادية، مش هتعد لغاية 10 وتلاقي ربنا واقف مستنيك. ده ممكن تعد سنين كتيرة، ممكن توصل ل40 سنة. خلينا أشاركك بصراع حتى سي اس لويس كان بيعيشه وكان بيتكلم عنه. بعد ما خلص محاضرة عن صلوات الطلبات قدام كتير من الخدام، بص للخدام وسألهم يعني ازاي اصلي الليلة دي، واعترف انه هو فعلا مش عارف. ليه؟ لأن الكتاب المقدس بيقدم لنا نمطين أو طريقتين للصلاة، طريقتين على وزن حاجتين. واخد بالك انت يا فزلوك الصغير؟ النمط الأول لتكن مشيئتك، ودي بنشوف فيها صلاة التسليم. النمط الثاني اطلبوا ما تشاءون، ودي بنشوف فيها صلاة الإيمان. وسؤاله ازاي أكون واثق بنسبة 100% إن طلبي هيستجاب وفي نفس الوقت أتهيأ لقبول الرفض؟ جاب مثال صادم، نفس عبارة اطلبي ما تشائين اللي قالها يسوع قالها برضه هيرودس الملك الشرير لبنت هيرودية اللي رقصت قدامه لما طلبت راس يوحنا المعمدان. نفس الكلمات، النتيجة كارثية. وده يكشف ان الوعد مش دايما معناه خد اللي في بالك او خد اللي انت عايزه. لويس نفسه بيقول ان كل حرب، كل مجاعة، كل فقد وموت شاهد على طلبة ما استجابتش، واللي بيقولوا دي مشيئته سي اس لويس شبهها بتشبيه زي واحد بيقول لابنه اطلب اللي انت عايزه اجيبهولك في عيد ميلادك، والولد لما طلب سكوتر الاب راح جاب له كندر جوي. طب فين الحل بقى؟ لويس ميز بين الاثنين، صلاة الإيمان اطلبوا ما تشاءون، وقال دي عطية خاصة مش لأي حد، لكن الله أحيانا بيديها الأنبياء ورسله وخدامه. أما الغالبية مننا بما فيهم هو فهنصلي صلاة جثيماني لتكن إرادتك. ولغاية ما ربنا يدي هبة الإيمان مش قدامي غير إني أتمسك بالصلاة اللي قدمها يسوع لينا. صراحة العزا الكبير إن الروح القدس نفسه بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وبيصلي فينا حسب مشيئة الله نفسه. حتى لما احنا نكون مش عارفين نصلي صح الروح بيكمل فينا وبينا. سي اس لويس كان بيقول أنا نفسي يا جماعة مش عارف أصلي صح، واحنا النهاردة عايزين ربنا يبقى عامل زي الشات جي بي تي، نكتب له الطلبة يطلع الاستجابة على طول. مش بس كده، ده أنا عايزه يطبل لي ويقول لي إيمانك عظيم، برافو عليك. بس مشكلتنا مع الصلاة هي إنه إزاي نصلي. ده بالظبط اللي بيحكي عنه تيموثي كيلر في بداية الكتاب بتاعه الصلاة. أنا ما اكتشفتش أهمية الصلاة غير في النص التاني من حياتي، لما اتزنق في أزمات فوق طاقته، مرض مراته، تشخيصه بالسرطان، وبعدها تيجي أحداث 11 سبتمبر. ده كله خلى الصلاة تتحول من مجرد عادة بيعملها لشيء ما يقدرش يعيش من غيره، وبيشبهها كأنه دكتور بيقولك لو ما خدتش الدواء ده كل يوم انت هتموت. هي دي الصلاة، دي مش ترف، دي أكسجين حياتك الروحية. حتى معظم الكتاب الكبار اعترفوا ان صلواتهم مش اكتر من فضفضة وتنفيس عن مشاعرهم. بنشوف كمان كاتبة مشهورة جدا اسمها فلانري أوكونر بتقول في كتاب من كتبها صلواتي وكتاباتي كانت نوع من العلاج النفسي الذاتي، مجرد محاولة لترتيب الفوضى اللي جوايا. الفرق يا فزلوك الصغير انها اخذت جائزة الكتاب الوطني الامريكي للخيال على كتاباتها، واحنا مش لاقيين غير لايكين، واحد من اخويا والتاني من مراته. لكن في مشكلة تانية ممكن تواجهنا، ان صلواتنا ممكن تكون متمركزة ودايرة حوالين نفسنا وذاتنا واحتياجاتنا بس، ويمكن هنا بس نكتشف ان كلنا زي بعض ومش لوحدنا. لأننا ساعات بنلاقي نفسنا في نفس الدايرة، نصلي، نكتب، نفضفض، لكن كل ده بيرجع تاني حوالين نفسنا. تيموثي كيلر بيشوف ان بولس لما قال في افسس 1:18 تستنير عيون اذهانهم، كان يقصد ان الصلاه هنا مش بس مجرد وسيله للحصول على مزيد من الاشياء من الله، لكنها الوسيله الاهم في الحصول على مزيد من معرفه الله نفسه. بيقول تيموثي كيلر في كتابه الصلاه هي المدخل الوحيد للمعرفه الحقيقيه للنفس، وهي كمان الطريق لمعرفه الله نفسه، وهي كمان الطريقه اللي بنعامل بيها الله حسب مكانته الحقيقيه ان هو الله فعلا. تيموثي كيلر بيقول الهدف من الصلاة مش بس مشاركة أفكارنا ومشاعرنا، لكن كمان هي مشاركة شخصيتنا نفسها. الصلاة هي الحوار المستمر مع الله، وساعتها يطلع السؤال الحقيقي من القلب، هو في حد ممكن يعلمني الصلاة؟ تيموثي كيلر قال إنه تعلم الصلاة في 4 خطوات. قال إن أنا خصصت كذا شهر أقرأ سفر المزامير بس
ولخص كل مزمور أقراه منه. تاني حاجة عملها إنه خصص وقت انتقالي بين قراية الكتاب وبين الصلاة. تالت حاجة إنه حاول بكل طاقته إنه يصلي الصبح ويصلي بالليل كمان. وآخر حاجة بيقول بدأت أصلي وأنا عندي توقعات أكبر لاستجابة الصلاة. دكتور ماهر صمويل مرة قال إني حاول تدرب نفسك إني تخلي الحوار الداخلي اللي بينك وبين نفسك يتحول لصلاة. خلينا ناخد خطوة عملية مع بعض. أنا جهزت خطة لقراية سفر المزامير من النهاردة لغاية آخر السنة. لو مهتم ابعت لي أبعتها لك في رسالة. أنا شخصيا هبدأ فيها من النهاردة، متحمس جدا إني أشوف تأثيرها عليا وعلى صلاتي زي ما تيموثي كيلر عمل. بعد ما تقرأ اكتب جملة واحدة بس كأنك بتكلم ربنا، مش وعظة مش مقال، بس مجرد جملة من قلبك. بدل ما تكتب بوست على الفيسبوك من إياهم يفزلوك الصغير، جرب اكتب صلاة. بس الخلاصة افتكر ان الصلاة مرتبطة بالكتاب المقدس، هي اكتر من تأمل، هي حوار شخصي بينك وبين الله. كمان الصلاة مش مجرد التزام ديني علي اعمله، لكنها هي وسيلة اساسية في معرفة الله. الصلاة الحقيقية مش مجرد فضفضة، لكنها لقاء حي مع الله الحي المغير اللي بيغير القلب والعقل. الصلاة مش وصفة سحرية، لكن دي فيها حضور وغياب، إيمان وتسليم. لكن السؤال الأهم والتحدي الكبير، هل هدف الصلاة هو الاستجابة ولا العلاقة نفسها؟ أنا شاركتك صراعي وأسئلتي. طب وانت؟ شاركنا صراعاتك وأسئلتك في الصلاة، أو تجربة ليك إيجابية أو سلبية في الصلاة. تجربة حسيت إن ربنا ما استجابش. يمكن كلامك يساعد حد تاني واقف ومحتار في نفس المكان ده، ويمكن نلاقي نفسنا مع بعض. أحب قوي إنك تشاركني رأيك في الموضوع ده لغاية لما نتقابل الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من برنامجنا فزلكة وشوية دردشة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت، وتعمل سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب.